هدور من شركة ترينكس. مساء الفل والياسمين عليكم، واتمنى تكونوا بخير وسعادة. هشرح لكم على عجلة الهدور الار 800. العجلة دي من توكيل شركة ترينكس. يعني شركة ترينكس دي شركة محترمة واعتمادية، بس دي الفئة الاقتصادية منها. الهدور دي الار 800 لو هتجيبها لازم تبقى عارف مواصفاتها وتعرف وتقارن بينها وبين المنافسين. اولا المميز فيها عن المنافسين اللي دي بتيجي على كاسيت مش فرويل، ودي طبعا هتفرق معاك في الاداء. ده سايكل برو، بس ده متغير، هو اصلا كان بروي كويس، ده مش الاوريجينال، بس ده متركب حاجه اعلى، الاداء احسن. كاتينا برضو متغيره لحاجه نضيفه جدا. وهنا الجنود بتاعتها على رمان بيل، وده بتعلي الاداء، بقت في حته تانية عن تجربه. وهنا الجنود هرمي زي اغلب المنافسين، تتحمل معاك في المطبات. وخلي بالك وانت ماشي من البلاعات وقضيب الترماي، في بلاعات كده بتبقى اللي هي مستطيله دي او بالطول، يعني مش عارف شكلها بالظبط، احاول لو لقيت ليها فيديو احطها لكم. دي بتقع فيها، وقضيب الترماي اخطر حاجه. البوارات هنا مجهولة المصدر، بس هي ادائها كويس، يعني مش وحش، عن تجربة هي كويسة. شركة ترينكس او شركة هدور مش هتحط حاجة سيئة في العجل. الكرسي بتاعها الرود مش اريح حاجة، بس هنا يعتبر السفنج طري شوية. التيش ألمونيوم هدور، الفريم كله ألمونيوم ما عدا الفرك حديد. الشمال الخلفي برضو ماركة مش معروفة، مجهولة، بس ادائها مش وحش والله. السرة الخلفية على رمان بيل. خامات برضو الجانت كويسة، دوبل تتحمل معاك. الالوان بتاعت الفريم اللي هي الوان الرصاصي المط، الوان حلوة برضو ومميزة. والالوان برضو بتاعتهم حاطين تفاصيل كويسة، مثلا الاصفر مع الرصاصي عامل شغل كويس. حد هيجيب العجلة دي موجودة في توكيل ترينكس، ادائها برضو كويس، قريب قوي للمنافسين بتاعها، وفيها مميزة اللي هي رصارة رمان بيلي. متاحة برضو عندنا في محل ويل بايك كسر زيرو، مع التعديل المميز جدا ده هيفرق جدا في اداء العجلة. شكرا ليكم، وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا السابقة، وانتظروا مننا كل ما هو جديد. سلام.